تخيلوا جاء من المدرسة الساعة 1 الظهر، تغدى وانخمد، الحين الساعة 1 بالليل وللحين منخمد. بالله عليكم هذا شيء طبيعي؟ تشوفون النوم للوقت هذا شيء طبيعي؟ عبودي قوم، عبودي قوم، عبودي قوم! يما خليني أنام. الساعة صارت 1 بالليل، متى بتحل واجباتك؟ بصحى الفجر وحلها يما. انت شايف اللي قاعد يصير هذا شيء طبيعي؟ أنا شايفة فوق الطبيعي. يعني أنت شايف اللي قاعد يصير هذا شيء طبيعي؟ ترجع من المدرسة وتنام للفجر وتصحى الفجر وتتجهز للمدرسة وتعيش في الدوامة هذه؟ متى بتذاكر؟ متى بتحل واجباتك؟ متى بتعيش حياتك؟ النوم حياتي يمه. والله راح تكبر وراح تندم على وقتك اللي ضيعته. طمني يا دكتور على بنتي. الحمد لله بنتك حالتها مستقرة، في كثير من اللي انصابوا معاها في الحادثة تحولوا زومبي. الحمد لله بنتك ما صار لها شيء. الحمد لله. أقدر أشوفها الحين يا دكتور؟ إيه تقدرين تشوفينها. بنتي يما وش صار؟ ما أذكر وش صار. انفجر المعمل اللي كنتوا فيه. ايه صح تذكرت. الحمد لله على سلامتك محظوظة، والله مرة خفنا عليك. اي والله مرة خفنا عليك، تقومين بالسلامة يا قلبي، ما تشوفين شر. الله يسلمكم ولا يحرمني منكم. هاي بنات عمي، كيفكم؟ وين محظوظة؟ محظوظة في المستشفى. عسى ما شر، وش صار عليها؟ انفجر المعمل اللي راحوا له في الرحلة. لا من جد؟ الحمد لله اني ما رحت معاهم، كانت خيرة. حبيبتي بس في مصيبة حلت علينا، تخيلي كثير من اللي انصابوا في الحادثة تحولوا زومبي. لا قولي غيرها. هذا اللي صار. طيب والحين محظوظة كيف حالتها؟ الحمد لله ما صار لها شيء، بس تعبت شوي. ضابط ساهر يرضيك اللي صار؟ لا والله ما يرضيني، أبغى أعرف بس ذي المديرة كانت بكامل قواها العقلية يوم خذت الطلاب المكان خطير زي كذا؟ أنا اللي أعرف الطلاب ياخذونهم رحلات الحدايق الملاهي، ما قد سمعت في مدرسة خذت طلاب صغار المعمل نووي غير ذي المدرسة المخبولة. على فكرة في كثير من اللي انصابوا في الحادثة تحولوا زومبي، يعني الحين في كارثة جديدة حلت على بروكهافن. أنا أوعدكم وعد موعود إن اللي صار مستحيل أخليه يمر مرور الكرام، راح نحاسب كل اللي تسببوا في حدوث هذه الكارثة وعرضوا حياة الطلاب للخطر. ضابط ساهر يرضيك اللي صار؟ انت شايف كيف ولدي صار مشع؟ عفوا بس هو الولد لا منور كذا. المديرة العاقلة اللي اسمها غصون خذت الطلاب المعمل نووي وولدي غطس في مواد مشعة وجاني وهو قاعد يشع كذا. أنا أوعدك إن اللي صار مستحيل أخليه يمر مرور الكرام، راح نعاقب كل المتسببين باللي صار. أنا سمعت إن أستاذة غصون زوجتك، أخاف لأنها زوجتك تجاملها وتخلي حقنا يضيع. ما في حق راح يضيع، حتى لو كانت زوجتي إذا هي غلطانة تتحاسب والقانون بياخذ مجراه. خبر ناجل، مصيبة حلت عليكم يا سكان مدينة بروكهافن، انتشر وباء الزومبي وتحول ناس كثير إلى زومبي وأصبح الزومبي منتشر في المدينة. انتبهوا على نفسكم جيدا ولا تتجولوا في المدينة إلا بسياراتكم حفاظا على سلامتكم. يمه الزومبي دخل عليهم في الاستديو، والله مصيبة نزلت علينا، الحين وش بنسوي وكيف راح يقاومون انتشار الزومبي؟ إن شاء الله يا إله يجيك زومبي يعضك ويريحنا منك. إن شاء الله أنتي. يما الزومبي صار منتشر مرة يخوفون. الله يعين، الحين خلاص بننحبس في البيت وما عاد في طلعات على كيفنا. هذا أكثر شيء مضايقني.
ما أقدر أتحمل القعدة في البيت، أبي أهج وأتمشى مع بنات عمي. حتى أنا ودي أطلع مع أخوياي، ليه متى بيستمر الحال ذا؟ لا، الزومبي محاصريني من كل جهة.